صباح الخير. كل سنة وانتم طيبين والصيام مقبول إن شاء الله. خبر حصري عندي. خبر هو يمكن يزعل بعض الزملكاوية شوية، ولكن في النهاية لن يصح إلا الصحيح يعني. الخبر إن مرتضى منصور خلاص هو يمكن يطلع بكرة أو بعد بالكتير من السجن. انتوا عارفين حضراتكم هو كان محجوز أو محكوم عليه بشهر سجن. ولكن الخبر اللي عندي منظم موثوق بيه من الوزارة نفسها، وزارة الشباب والرياضة، إن مرتضى مش هيرجع للزمالك تاني، عكس كل التوقعات وعكس الناس كلها بتتكلم إن مرتضى منصور راجع للزمالك. لا، للأسف مش هيرجع تاني. الوزارة أو الناس اللي فوق ارتأوا إن هو مرجعش للزمالك تاني. في حالة إنه يطلع بقى يقول أنا رئيس النادي وكده، فهو عليه أكتر من قضية واتنين وتلاتة وأربع قواضي عليه، فمش هينفع خالص يخش نادي الزمالك تاني. وهيبقى في جمعية عمومية. أنا فاهم الزملكاويه متخوفين جدا من فكرة اللجان وحاجات زي كده، ولكن في النهاية الدولة ارتأت إنها تطبق القانون، تقف مع القانون. الدولة ما بقتش مع يعني فيها العاطفة بتاعت بتحب مين وتكره مين، لا، هو القانون بيتطبق على الجميع. فده خبر يمكن وصلني، فحبيت أقول للمتابعين الكرام. والله أعلم ما تعرفوش الخير فين، وربنا يوفق النادي الكبير العريق نادي الزمالك. زي ما قلنا قبل كده، أحد قطبي الكرة المصرية الزمالك، وإحدى كل الأندية ذات الشعبية الكبيرة زي الاتحاد والإسماعيلي والمصري. دي كلها أندية المفروض الدولة تقف معاها فعلا. ما ينفعش بشكل أو بآخر الأندية اللي تنهار أو تندثر مع الوقت. في على فكرة أندية بتندثر. عارفين الترام كان في اسكندرية، كان واخد دوري قبل كده. الترام راح فين؟ الترسانة راح فين يعني؟ الترسانة واخد دوري برضه قبل كده أو كاس تقريبا أعتقد. في نوادي كتير جدا للأسف اندثرت مع الوقت. كان في نادي كان اسمه السكة الحديد أعتقد، نوادي كتير. فالمفروض النوادي الشعبية دي أو الأندية الشعبية دي زي الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري وبقية الأندية، الدولة بشكل ما تقف جنبها، عشان ما يبقاش في النهاية دوري عبارة عن أندية شركات بس، مع احترامي للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.